ياه، ده انا الاهلي كان وحشني قوي. عودة الفوز وعودة الانتصارات. النادي الاهلي يفوز على سيراميكا بنتيجة 1-0. ربنا كرم الاهلي وكرم تريزيجيه. النهارده جمهور الاهلي في بداية المباراة في فترة الاحماء نادى على تريزيجيه: يا تريزيجيه ارفع ايدك، جمهور الاهلي هو سيدك. عشان اللاعب المحترم يروح ويشاور للجمهور ويقول لهم انتوا على راسي وكلامكم كله على راسي. الحمد لله كلامنا وكلام جمهور الاهلي وكلام الاهلاويه كلهم قدر يفوق اللاعب المحترم وخلاه يظهر النهارده بشكل مختلف تماما. وربنا اكرم تريزيجيه بحته هدف عالمي، واحده ار2 من بتاعه تريزيجيه في شباك محمد بسام اللي دايما بيعمل نوير قدام الاهلي وبيقلب سوبرمان، وفي مباريات نادي الزمالك بيعمل اخطاء ما تطلعش من حارس مرمى جاي من الناشئين. ربنا اكرم تريزيجيه بهدف من اللي نفسه فيه. ربنا اكرم الاهلي وقدر يفوز النهارده، والحمد لله عادت الانتصارات والفوز تاني. وده اللي خلى جمهور الاهلي ينده على تريزيجيه: اوليه اوليه اوليه، بنحبك يا تريزيجيه. جمهور محترم وبيقدر اللي بيقدره وبيحب اللي يحبه. ده كمان لما استضافوه بعد المباراة قال لك: انا جمهور الاهلي هو اللي عملني وهو اللي عمل اسمي وهو اللي ليه فضل عليا بعد ربنا. كلام ما يطلعش غير من لاعب محترم، لاعب عارف قيمة الاهلي وعارف قيمة جمهور الاهلي. كل الدعم للمحترم محمود تريزيجيه، وربنا ينفخ في صورته ويفرح جمهور الاهلي كمان وكمان. لكن للامانة في كم مشهد في المباراة كده ما ينفعش يعدوا مرور الكرام، وعندي علامات استفهام على مشاهد كتير. وعارف ان في كتير هيقول لك ان سيراميكا كان ليه ضربة جزاء والحكم ما حسبهاش وبيظبط الاهلي، مع انك لو رجعت كام فريم في اللعبة دي بالذات هتلاقي ان اللعبة من بدايتها كانت هاند بول على لاعب سيراميكا. بس برضو ما سمعتش حسك في كرة محمد طاهر في الدقيقة 10 اللي حصل له اعاقة في قلب ال 18 لما اللاعب زقه من ظهره ومحمد بسام كبس عليه، وقع في قلب ال 18، لا اتعادت ولا حد شافها. والغريب ان كور الاهلي كلها ما بتتعادش، اما لو كرة على الاهلي فالفار عنده استعداد يعيدها 50 مرة ويجيبها من كل زاوية. بالله عليك، الكرة اللي بسام جابها من قلب الجون ورجعها من قلب الجون وحطها على الخط، ظروفها ايه معاك؟ بجد محتاج حد من اللي بيقول الاهلي بيكسب بالحكام يفسر لي الكرة دي بالذات. وعلى العموم ديتها الاهلي يكسب مباراتين والزمالك يتعادل مباراة واحدة، وهنرجع لسيناريو المؤامرة الكونية من اول وجديد. ده لسه كمان لما امام وزيزو يرجعوا، فحاول تحافظ على الصدارة، واخد بالك؟